ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. ذلك هو الخسران المبين. يعبد الله على حرف، يبغى بس خير ومصلحة بس، فإن وجد خير اطمأن به، وجد فتنة وجد مشاكل وجد حاجات انقلب على وجهه ما يثبت. هذا ينافي الثبات المطلوب من المؤمن. وإن تزلزلت الجبال وإن عصفت العواصف يثبت على الحق. الذي يريد الله به خيرا يثبت على الحق ولو توالت زمر الأعداء وتوالت الفتن وهبت الأعاصير والزلازل لا يتزحزح. حتى إن الرسول حكى إن من قبلنا كان يؤتى المؤمن فيوضع السيف على رأسه فيشق بنصفين لا يصده ذلك عن دينه، ولا يغريه المال، ولا تخيفه السيوف، ولا تخيفه التهديدات، ولا تغريه المطامع والأطماع. هذا الشيء يضع الدنيا تحت قدميه ويضع الفتن كلها تحت قدميه.